متتبعينا الكرام، متتبعي قناة إعلام تيفي داخل الوطن وخارجه، نتواجد الآن بمنزل الممثلة المشهورة القديرة المعروفة وكل المغاربة يعرفونها جميعا، إنها الممثلة صفية الزياني. أكيد وجهها مألوف لدى الجميع. نحن في ضيافتها الآن، وما غنطولش عليكم، غنخليكم تسمعوا المعاناة ديالها والمعاناة ديال العائلة ديالها مباشرة على قناة إعلام تيفي. خليكم معنا، ما تنساوش تبارطاجيو هذا اللايف مباشرة. القضية ديالها أصبحت قضية رأي عام، وبالتالي المعاناة ديالها هي معاناتنا، معاناة أمي صفية هي معاناة المغاربة جميع داخل الوطن وخارجه. مشاكلها هي مشاكلنا. الوقت أضحى ضرورة ملحة باش نوقفوا مع أمي صفية. أمي صفية، مرحبا بنا عندك. أمي صفية صفية. المهم هو الوجه ديال أمي صفية. أمي صفية، هذا الاسم ديالي مشرف بزاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمة الرسول سميتها صفية وزوجته صفية. الاسم عنده تقدير كبير في الإسلام. شنو واقع أمي صفية؟ ايوا اللي وقع، هذا المشكل اللي وقع راه صبح هو النجم، ماشي انا. هو النجم. مسألة انني خاصني نخرج من هذه الدار، هذه بغاها مولاها. هذا السيد اللي بغى هذه الدار راجل كنا تايقين فيه. كيف شفنا الوجه ديالو نهار الاول، كنا كنقلبوا على الكرا باش نجيو للرباط على ود حكيت على القرايه ديالها. فالسيد اللي كان بيناتنا صله الوصل مع هذا الراجل قال لنا راه صافي، راه حنا لقينا لكم واحد الدار ديال واحد السيد، واحد الراجل طيب هذا. قلنا ما كاين مشكل. جينا تلاقينا مع هذا الراجل في الدار عنده هنايا. الشرط الوحيد اللي قال انا كان ملي سمعت بانني غادي نكري صفيه الزياني فرحت بزاف بزاف بزاف، لانني غنكري واحد الفنانه يعني كيحبها الجمهور وكنحبوها كلنا. قلنا ما كاين مشكل. حتى انا قلت فرحانه، عجبتني الدار، ما كاين مشكل. فقلنا انا غادي نمشي حنا الان بدينا كنخلصوه بعدا. اولا 6 شهور حنا كنخلصوه. شحال السومه الكرائيه؟ شحال الثمن باش كريتو؟ 66,000 ريال هذا القفز هذا. قلنا ما كاين مشكل، 7 شهور حنا كنخلصوه. ملي قلنا له عطينا التوصيل قال لك لا حنا عائله، التوصيل ما بيناتنا زعما الثقه الكامله. ما عرفناش علاش ما بغاش يعطي التوصيل، واش عنده شي علاقه مع الضريبه ولا عنده شي. حنا ماشي قلنا هذاك، داكشي كيهمو هو. ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل ديالو هذا. قلنا صافي ما كاين مشكل، مادام الثقه عند الله سبحانه وتعالى راها كبيره. بدينا كنخلصوا 7 شهور حنا كنخلصوا. هذا الراجل ما كيعطيناش التوصيل. جا واحد الوقت قالنا انا غادي نمشي لفرنسا نشوف ولادي، وبغيت باش تعطيوني واحد 5000 درهم باش نصلح لكم الدار ملي لا كان فيها شي ديفو ولا كان فيها شي. قلنا له ما كاين مشكل. قلنا له نعطوك 5000 درهم. قال لك لا ما نقبضهاش منكم حتى نجي من فرنسا. ملي جا من فرنسا سمع كاين واحد الاستفاده ديال هاد الحومه هذه اللي هي غربيه، غادي يدخل عليها تحسينات وغتولي كورنيت وغيولي فيها بزاف وغيطيحوا من هذاك الدور اللي هما الين السقوط. خصو يستافد. ملي عرف راسو غيستافد يعني تسيف علينا واحد الطريقه لواحد الدرجه ما تصورش. تفاجئنا حنا جالسين حتى كنتفاجئوا سيدي جانا داك كاتب الضبط على اساس انه نعطيوه 3 الملايين ديال هاد 7 شهور ونخويو له الدار. نتوما خلصتوا الكرا؟ تخلصوا 2 مرات؟ بلا توصيل، ما كيعطيناش التوصيل. هذا هو اللي درنا ديك الطريقه ديال الغباء. حنا دخلنا انا وياه على اساس حنا درتوا الثقه ودرتوا الثقه الكامله.
هو كان في راسو الغدر، ما عرفنا داك السي في داخله، ما عرفنا عند الله سبحانه وتعالى. ما كاينش شهود بانكم عطيتوه؟ ما كاين؟ لا ما كان لا شهود لا والو، الثقه اللي كانت بيناتنا غير راسنا. كاين عقد كراء بيناتكم؟ لا عقد الكراء لا. هي كان دار معاينا كونترا محلوله يعني ماشي محلولة. فملي جا من فرنسا جا السي الاخر على ود الدار باغي يستافد منها، طلبنا باش قالنا تخرجوا لي، ما بغيت ديك ال 5000 درهم ما كنتش بغيتها، وانا بغيت داري انا غادي انا نصلحها لراسي. عرفنا بان باغي يستافد منها، ودابا تخرجوا. قلنا له حنا ما غادي نخرجوا. ناض كيقلب معانا برجلو قبل هاد ما نوصلوا لهاد العيب ديالو هو وهاد المسائل، مشى كيقلب معانا لدرجه وحق الله العظيم اللي هو فوق مني. الى انا مشينا كنقلبوا احنا بعض المرات كنبقاو حتى 12 الوحده د الليل انا ومرات ولدي وهو، وحنا كنقلبوا مع واحد السمسار اخر وما لقيناش الغالب الله. ملي ما لقيناش قال لك اودي عرفتي شنو، حنا دابا نتوما جلسوا حتى تلقاو على خاطركم، فهمتيني؟ ملي تلقاو على خاطركم غتعطوني سوارتي وانا غادي ناخذ داري، وما بيناتنا الا الخير والاحسان. ملي عرف راسو غيستافد وهو يتسيف علينا، استدعانا صيفط لنا الدعوه مع هذا باننا نخلصوا له 3 الملايين ونفرغوا له الدار. ملي شاف راسو حنا ما درنا ما اتفقناش مع هذا الشيء، ولا سيدي كاير يحرس هنا الدراري الصغار ولا عم الله الكبار، كنكونوا جالسين حتى كنسمعوا الحضر فوق الزاز كيترمى علينا الحضر، ولا دايرنا الارهاب في الاخر، ولا داير معنا الارهاب. الزاز كيتهرس. هي راس الاستاذه ستي الزاز ديالو الباب كلها دابا حنا ولينا مغطينها غير باليزار بس ما نبقاوش مع الناس في الزنقه. يعني دار شي مسائل خايبه اللي كيديروها حاشاك غير ولاد الحرام، غير يهود اللي ما يديروش هاد الاشياء. اليهود ما يديروش هاد الاشياء اللي دار معنا هو. صدق واحد الراجل ما يسواش وعنده وجهين. راجل عنده واحد عنده حالات، عنده فهمتيني، وجه كيعطيك وجه وعاود لا غدا يصبح لك بوجه اخر. الراجل مريض حتى نفساني ماشي عادي. النهار المغربيه وقفه في الباب. النهار المغربيه وقفه في الباب. ما سمعتكش انا. ما كان النهار المغربيه عسل وقفه في الباب. لا خلها تدخل ويلي على صوتك. خذي روبو خلها تدخل. احنا قلنا لا تبقى واقفه، خلها تدخل. اختي صفيه، اش غادي نقول لك؟ يعني شنو المطالب دابا؟ انت شنو تطلبي من هذا الشيء؟ انا خصك تبقاي في الدار ديالك، انت وليداتك ولاد وليداتك، خصك تبقاي في الدار ديالك. اشنو يعني الفنان المغربي الان تيعيش تيفرح الناس وينشط الناس انا ما ويضحك خرجت الناس. بغا ولا كره. انت غتبقاي في دارك؟ انا غنبقى في داري. ما بغاش نعطيه الكرا نمشي نديها له ديال المحكمه، حتى له في المحكمه. انت غتبقاي في دارك والمغاربه الان هما كلهم متبعينا. ولا بغاني انني نخرج يعطيني باش نكري. لا فين غتمشي؟ لا تخرجي. وبا كاين فين غتمشي؟ اولا فين غتمشي في هذا المرض اللي قرص المرض هلك العالم كامل؟ فين غنخرج انا ولادي؟ البنت سوفا باقا كتقرا بعدا في هذه المدرسه قريبه لها لهنايا، فين غنديها؟ نمشيو نديرو شي كرويله نبقى نديها نجيبها انا نمشي في قنت وانا بنت الرباط عايشه في رباطي في بنت البلاد، خصني نبقى في بلادي. ما كاينش. انا مغربيه. استاذه صفيه، ولكن كي دايره ظروفك الصحيه؟ كيف دايره؟ كي دايره ظروفك الصحيه؟ والصحيه انا ما تتبقى ما كنخرج. نهار اللي كنخرج ما كنت ولا كنتي معايا مرات ولدي كنخرجوا. لا بغيت نمشي نشرب قهوه على برا وعلى هذا ماشي. الحمد لله الموغال ديالي مزيان، حيت عندي ثقه في الله وثقه في نفسي. علاش الموغال ديالي؟ حيت انا عطيت وما خديتش، ما كنتش ناويه ناخذ. انا عطيت. حنا الناس القدام قلتها وكنعاود نقولها، شعارنا الله والوطن والملك. واللي غيبغي يعطيك شي حاجه، اللي غيبغي يعطيك شي حاجه راه كيعرفك، ماشي عاد تمشي تقول له. باش فهمتيني؟ انا ملي جاني السي بناني المستشار ديال سيدنا، ملي صيفط لي الجمعيه ديالو جات لعندي وصافت الدار وداك الشيء تاسفوا بزاف ووصلوا الرساله. اللي وصلوا الرساله بناني انا كنتظروا. علاش هو ماشي خاطرو، راه انا مرض، راه هو مسؤول كبير ماشي سهل، خاف مسؤوليه كبيره على عاتقه. خصني يعني نقدر موقفه. وما عرفتش واحد الوقت كنت جالسه حتى يجي عاوتاني هو لعندي ويشوف اش غيديروا. فهمتيني؟ هذا هو. اما باش تقول لي انا وزاره الثقافه اللي قالت لي النساء استاذ على وزاره الثقافه، ووزاره الثقافه تعطي لهذيك اللي زعما تقول اللي ما عندهم ما ياكلوا ولا يشربوا، غير تعطيهم غير دعم مهم. ملي يبغي يخرج تورني يخرجوا تورني كيكري الكار. وهذا الممثل لا ما كانش موفر له الكار مزيان والمواصلات مزيانه والوطيل مزيان وينعس مزيان، كيفاش غادي يعطي لجمهوره؟ انت تعطي
اغنيه تعطى فيها الكيلوات ديال الفلوس، ونزيد للجمعيه ديال فرق الممثلين، ما غنقولش شكون اسمهم، تعطيهم 6 تصوالده. اش غيديروا لهم هذوك 6 تصوالده؟ شنو غيديروا لهم؟ لان المسرح هو الرساله، احب من احب. الغنى ماشي رساله، انا كنقولها ونعاود، الغنى هي كترفع النفس. كانت الغنى في العهد ديال مولير والعهد ديال موزار وشكسبير كانت اغنيه، ما بقات الاغنيه تكون تعطينا الرساله. واش فهمتي ولدي؟ الرساله هي المسرح، اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا كذلك، انا كنقولها بالفم اليمنيه. إذا متتبعينا الكرام، من منزل الممثلة القديرة صفية الزياني نتواجد معكم ونوجه نداء إلى كافة المغاربة الأحرار بأن قضية أم صفية هي قضيتنا جميعا، وبأن الوقوف إليها هو رد الاعتبار ولو نسبيا لمعاناتها. تنقول لكم بأن قضية أم صفية الآن ما غتخرج من الدار ديالها، وحنا غنبقاو ندعموها ونأزروها كما أسعدتنا يوما أو بعض أياما من خلال أفلامها ومنتجاتها، وكذلك ما قدمته للسينما المغربية. فنحن الآن نتواجد في منزلها ونؤكد لها بأن وسائل الإعلام وكذلك المجتمع المغربي حاضرا معها في هذه قضيتها. كان معكم جمال الهضام، إعلام تي في، مدينة الرباط. هذه صورة، غادي نخليكم مع هذه الصورة. هذه واحد تظاهرة، واحد هذه صورة من المسيرة الخضراء. لا هذه من فلسطين، من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي في مقدمة المسيرة. إلى اللقاء.